المليونير ده بيتظاهر انه فقير. ازازة من النبيذ الاحمر ب$50 بتتحط في ازازة نبيذ احمر $1. صلصة اللحم الفاخرة معبأة في علب ترويجية. استبدال تغليف لحم الخنزير المستورد بتغليف منخفض. اسمه سانتي. علشان هو فقير طلبت مراته الطلاق منه. تاني يوم فاز في اليانصيب ب$50 مليون. في غمضة عين بقى غني. المستشار المالي قال له دلوقتي لو طلقت مراتك لازم تديها $25 مليون على الاقل. من الافضل انكم ما تنفصلوش. لازم يتظاهر انه فقير، كل الفلوس دي مش عارف يستمتع بيها. شيء مؤلم. راح المول واشترى بدل وساعات غالية. وهو بيحقق امنياته شاف ناس تعرفه، دخل محل يستخبى وطلب من البياعة ما تخليهمش يدخلوا. لما شافته لابس ماركة كويسة عرفت انه راجل غني وساعدته انها ما تدخلهمش المحل. لما رجع البيت حط الحاجات الغالية اللي اشتراها في المخزن وبيحط النبيذ الفاخر ولحم الخنزير في علب رخيصة عشان يعرف يستمتع بيها من غير ما حد يعرف انها غالية. اول ما داق الحاجات الغالية دي حس بقيمة الفلوس، كان مغرم بطعمها لكنه ما كانش يعرف ان تغيير عبوات الاكل. في الوقت ده رجعت مراته البيت واستخبى على الكنبة. لما شافته مراته كان غير هدومه الغالية. عرضت عليه مراته انه يشتغل في سوبر ماركت علشان يزيل عنها الشك. وافق، لكنه ما يتوقعش ان صاحب السوبر ماركت هو عدوه ايام الدراسة، ماريو. سخر ماريو من سانتي، لكن سانتي ما كانش متحمل، قرر ينتقم منه. الصبح بيعامل الزباين بطريقة وحشة وبالليل بيروح الفندق يستمتع. طالما معاه فلوس كل حاجة بسيطة بالنسبة له، بيعمل كل اللي هو عاوزه. اليوم ده زاروا اهل مراته، صابت لهم مراته نبيذ من الازازة اللي مكتوب عليها $. اتوتر سانتي جدا، قال لمراته النبيذ ده سيء جدا، هات ازازة تانية. حماه قال له ايه هو النبيذ الجيد اللي ممكن يكون عندك؟ كان بيسخر منه ومسك حماه الكاس. لما داق النبيذ طعمه كان حلو زي اللي اداه قبل كده في حفل الزفاف راقي. لما شافته بنته انه عجبه صبت له كتير. قلب سانتي كان بيدق بسرعة وهو بيرفع الكاس. بنت الساعة الغالية شافها حماه، قال سانتي دي ساعة تقليد ب$4 بس. حماه طلع $40 وقال له اشتري لي 10 ساعات. فجأة رن تليفون سانتي، هو اشترى تليفون جديد ونسي يقفله فقفله وقتها. الكل خد باله ده مش صوت تليفوني، لكن سانتي ما عندوش الجرأة انه يطلع التليفون، هينكشف سره في ثانية. قال لحماه وحماته فجأة انه هينفصل هو وبنتهم. نجح في جذب انتباههم كلهم، لكن ده اغضب مراته جدا. مسك قصرية زرع كبيرة وحدفها على عربية صاحب السوبر ماركت وجرحها كمان بالمفتاح وفتحها وبوظ الموتور. غضبان منه جدا، وفي الاخر مسك سكينة وفرقع الكاوتشات بوظها على الاخر. في الوقت ده شافوا ناس، اتضح انه بوظ العربية الغلط. ده سانتي اللي فاز في لحظة ب$50 مليون، لكن قبل ما يفوز بيهم بيوم طلبت منه مراته الطلاق. علشان ما يديش لمراته نص الفلوس اقترح عليه المستشار المالي انه يتظاهر بالفقر. وهو خارج من المطعم شاف مراته وجها لوجه وهي مع صاحب السوبر ماركت. خاف سانتي لو مراته شافته خارج من مطعم غالي هتكشف خطته. جات له فكرة، بيتظاهر بانه البواب. ما شكتش مراته، قالت له انت لو جاي المطعم هنا اكيد كنت جاي تغسل الاطباق. بعد ما مشيوا الاتنين راح عند عربية صاحب السوبر ماركت وحدف عليها قصرية زرع بسبب انه بيسخر منه. على الرغم من غضبه لكن قرر يلعب دور الفقير للنهاية علشان ما يديش لمراته ولا $. علشان يكمل في دور الفقر لازم يفضل يشتغل في محل ماريو. في يوم وهو قاعد في عربيته الغالية وهو رايح الشغل راح السواق يحط بنزين، لكن العامل كان صديق سانتي. اول ما بصوا لبعض ظهر الخوف على وش سانتي. صاحبه هز راسه، سانتي مش عارف يعمل ايه، حاسس انه هيتكشف وهو محتار. بصق صاحبه على ايده وعدل شعره. بعدها مشي سانتي وراح السوبر ماركت، لكن وصل متأخر. انتهز ماريو فرصة انه قدام مراته عشان يوبخه. على الرغم من انه مليونير لكنه حاول يتحمل. بعد الشغل راح البار، شاف 2 من صحابه بيشربوا خمرة لكن ما قدرش يدخل يشرب معاهم. هو دلوقتي محتاج صحاب عندهم فلوس. لما رجع البيت جات له فكرة انه يخلي 2 من صحابه الفقراء اغنياء، هيكون احسن ليه. تاني يوم عربية فخرة وقفت قدام محطة البنزين، بصت منها وسيطة وطلبت من صاحبه يلبس النضارة الغالية دي يعمل اعلانات، وطلبت منه يلبسها كل يوم وهتديله $200,000. بعدها راح لصاحبه ورث من مصدر غير مفهوم، ورث $200,000. بعد ما خلص كل حاجة راح سانتي للخمارة، لكن للأسف خيبوا أمله. أول ما شافوه مهتموش بيه. مش بس كده، كمان قرروا
انهم مش هيعرفوه انهم بقوا معاهم فلوس. سانتي المكتئب قرر يروح يلعب جولف. قال للمستشار المالي ان ماريو راهن السوبر ماركت مقابل قرض وانه مفلس دلوقتي. اول ما خلص كلامه ظهر ماريو قدامهم. اتنكر سانتي بسرعه انه عامل في الملعب، لكن الوقت ده كان لازم يروح الشغل. قال له سانتي انه هيغير ويروح السوبر ماركت. لما رجع السوبر ماركت قال سانتي لمراته ان ماريو فلس دلوقتي. مراته ما صدقتوش وقالت ان سانتي بيحقد على ماريو علشان معاه فلوس. وهو خارج من الشغل شاف صحابه راكبين عربيه فاخره. سانتي كان مفكر انهم هيستخدموا الفلوس دي في تصليح حياتهم، مين عارف انهم هيصرفوها في الهلس. حاول سانتي ينصحهم لكنهم فكروا انه غيران منهم. سانتي قرر يواجههم. بالليل راحوا للباخره بتاعت سانتي يستمتعوا. بعد تحمل شهور ابتدى سانتي يستمتع بالفلوس وسط الناس الاغنياء. تاني يوم جه لمراته مكالمه ان السوبر ماركت هيتقفل. استغل سانتي الفرصه ودعاها لتناول العشاء مع بعض. قرر يعترف بكل حاجه ويحيي علاقتهم. خدها المطعم فاخر وتعشوا على ضوء الشموع. الوقت ده اعترف لها، قال لها كسبت جايزه قيمتها 50 مليون دولار. فكرت مراته انه بيتفخر قدامها بس علشان تصدقه. خلاها تشوف المخزن المليان حاجات غاليه. وقتها صدقت لكنها غضبت جدا. ليه خدعتني؟ وهو فقير كانت عاوزه تطلق، وهو معاه فلوس كانت عاوزه تطلق برضه. قد ايه هي زوجه صعبه. تاني يوم اتحول لحساب مراته مبلغ كبير، $1,000,000، وبعت لها سانتي توقيعه على ورقه الطلاق. الوقت ده استقبلت مكالمه ان واحد غني اشترى السوبر ماركت وانها ترجع للشغل تاني. ناب المستشار المالي عن سانتي وسجل السوبر ماركت باسم مراته. وسانتي راح المطار، مش عاوز يعيش هنا علشان يستمتع بالغنى لوحده. مراته لما عرفت جريت على المطار، لقت سانتي. اول ما شافته ضربته. اتخانقت معاه وقالت له انت مفكر لما تديني فلوس وتكتبي السوبر ماركت باسمي هقدر استغنى عنك؟ فهم وقتها انها كانت بتشجعه علشان يشتغل بس، وقبلها ورجعوا لبعض. وكمان صحابه عاشوا حياة الاغنياء. وقتها بس قدر يستمتع بالفلوس. الفيلم شيق جدا وممتع. اظن الكل تخيل انه ممكن يكسب مبلغ كبير في يوم من الايام، لكن هل هتدي فلوس لاصحابك؟